5 فان فاكتس ما كنتش عارفه في الكمبيوتر ساينس الجزء ال11. الكمبيوترز ما ينفعش تعمل راندوم نمبرز او ارقام عشوائيه. هتقولي ازاي؟ طب ما في برامج كتير جدا بتعمل ارقام عشوائيه. هقول لك في الحقيقه هي بتكون معتمده على الجوريزم. لو انت فهمت الالجوريزم ده شغال ازاي دايما هتعرف تتوقع الرقم اللي هيطلع منه، لكن هي فعلا ما بتعرفش تعمل ارقام عشوائيه. في 1988 في برنامج عمله واحد من الطلاب في جامعه كورنيل واتسمى بالموريس وورم. البرنامج ده سيلف ريبليكيتنج. معناها ايه؟ معناها ان هو بيقدر ينتقل لاجهزه ثانيه. ولما حصل ده في 1988 حوالي 10% من الاجهزه اللي كانت متصله بالانترنت في العالم وقعت، وكان عددهم 6000 من اصل 60000. في 2017 فيسبوك كان بيعمل واحد من التجارب او البروجكت الجديده في الاي اي، لكن اكتشف ان الاي اي اللي اتعمل ده بدا يتكلم بلغه غريبه مش مفهومه، فوقفوا البروجكت فورا عشان ما كانوش فاهمين هو بيقول ايه. محدش قبل كده فكر ليه الكيبورد كيو دبليو اي ار تي واي مش اي بي سي بالشكل الطبيعي ده؟ لان زمان الكيبوردز دي كانت معموله بحيث انها تبقى ميكانيكيه او ميكانيكال. فلو مثلا انت بتكتب بسرعه جدا على الكيبورد فمثلا دوست ايه وبعدها بي على طول بسرعه، لو ده في كيبورد ميكانيكال ممكن بالظبط ما يتفهمش قوي انت دوست ايه ولا دوست بي بسبب الفاكت ان هو ميكانيكال. عشان كده عملوه بالشكل ده كيو دبليو بحيث ان الانسان ما يعرفش يكتب عليه بسرعه كبيره تعمل مشاكل. ومن ساعتها الكيبورد بتتعامل بالشكل ده. حتى دلوقتي لما يكون مفيش اصلا مشاكل ممكن تحصل من الموضوع ده ستيل بقت معموله بنفس الشكل. طبعا اول كمبيوتر في العالم كلكم عارفين اتعمل 1945 وكان اسمه اي ان اي اي سي، وكان محطوط في اوضه كامله وكان محتاج 18000 فاكيوم تيوب، التيوبس المتفرغه دي علشان الكمبيوتيشن. وكمان كان بيعمل 5000 عمليه اديشن بس، وبيستهلك 150 كيلو وات ووزنه 27 طن كاملين.